For you, it's you think the prices for you as a foreigner is higher than the Egyptian. Definitely, Okay. yes. والله المصري لو معاه فلوس احسن يشتري على بكتير طول. بره. Do you think that there's some people who are scamming tourists using Egypt? Yes, of course. Yes. انهي زبون بالنسبه لك مريح اكتر؟ المصري ولا الاجنبي بصراحه؟ الرهوان التاني. الثالث. دي زباين واقفه. ايه معلش؟ دي زباين واقفه. ايه المشكله؟ خليج سليم النهارده موجود في واحد من اكتر المناطق واهم المناطق اللي بقى موجود فيها السياح في القاهره، وهي منطقه الازهر والحسين. النهارده في نقطه مهمه جدا جدا هنتكلم فيها، هي وان هل السياح شايفين فعلا ان الاسعار في مصر بتبقى اغلى عليهم من المصريين او بتبقى اغلى بشكل مضاعف ولا لا؟ وده هنشوفه مع البياعين والناس اللي موجوده في الحسين والمعز وكل ده. في نفس الوقت هنسال البياعين نفسهم هل هم بيغلوا عليهم، وهل البياعين نفسهم فعلا بيحاولوا يدوا اسعار للسياح اكتر من الطبيعي ولا لا؟ لو ليك اول مره هنا على الشانل فلازم تدخل تسبسكرايب دلوقتي حالا عشان تشوف كل الفيديوز الجديده، مغامرات سفر وتجارب حول العالم. انا سليم. اول حاجه نبدا بيها النهارده اللي حواليا دلوقتي او اللي ورايا دلوقتي هو مسجد الازهر. ما شاء الله اول ما دخلت دلوقتي من الجهه بتاعه مسجد الازهر بتشوف الساحه بتاعه مسجد الازهر الكبيره جدا، ما شاء الله المباني بتاعه المسجد والساحه بتاعه المسجد حاجه رهيبه جدا جدا. وفي كل الاجواء بتاعه المسجد احلى حاجه في كل اجواء مسجد الازهر بتلاقي اجانب في كل مكان، وبتلاقي ناس من اندونيسيا ومن ماليزيا بيبقوا جايين هنا عشان يتعلموا ويدرسوا في الازهر، ودي من اكتر الحاجات. فاكتر ناس هنحاول ان احنا نتكلم معاهم النهارده هم الطلبه اللي من ماليزيا ومن اندونيسيا، ونشوف رايهم في معامله المصريين ليهم، هل هي لذيذه او لا. هاي how are you doing؟ السلام عليكم. تتكلم عربي؟ نعم. اهلا بيك، انا صانع محتوى وحابب اسالك عن رايك تجربتك في مصر. ممكن اقعد معاك شويه؟ ماذا رايك في معامله المصريين لك؟ ممكن انت بتدرس في مصر. ماشي من اي بلد انت؟ انا في اندونيسيا. من اندونيسيا. ما رايك في معامله المصريين لك؟ كويسه ان شاء الله. نعم. هل ترى ان المصريون يعاملوا الاجانب احسن من المصريين؟ احلى ان شاء الله. لا بيعاملوا زي بعض. نعم. فاهم سؤالي؟ اتكلم لكن اوكي. Do you speak English? speak English little. Okay. Thank you so much. I'm so happy for meeting you. Thank you. هل شايف ان الاسعار في مصر غاليه بالنسبه لك؟ عادي عاديه متوسطه. متوسط. اوكي شكرا. هو للاسف مش بتكلم مع عربي كويس، فبحاول ان انا اتكلم مع الناس الاندونيسيين او الماليزيين اللي بيتكلموا في مصر. بصوا احلى حاجه في ساحه مسجد الازهر ان هي مريحه جدا نفسيا بشكل غير طبيعي، ودلوقتي احنا جايين في وقت فاضي فبتلاقي الاطفال بيلعبوا هنا، بتبقى بصراحه مريحه. وكمان في حاجه للاجانب اللي ما يعرفوش ان مسجد الازهر في الدخول فيه مجاني تماما، مفيش اي حد بيدفع فيه فلوس، فدي حاجه كويسه جدا. قالوا لي بره انه ممنوع التصوير، بس بحاول اصور ان في المسجد من احسن الحاجات الموجوده في الازهر ان دايما هنا بيكون في دروس علم، دي حاجه حلوه جدا وما شاء الله جميله جدا في الازهر. تلاقوا درس علم زي ده، ناس قاعده بتتعلم، ما شاء الله لا قوه الا بالله. لكن هي من اصالة الذين كمان اغلب الطلبه الموجودين بيبقوا من ماليزيا واندونيسيا، فدي حاجه ما شاء الله تفرح يعني، ما شاء الله. يا رب ما يمنعوش التصوير. ملحقتش اصور كتير في الازهر لان هم مانعين التصوير، بس دلوقتي احنا هنروح لاريا ثانيه او هنروح لمكان ثاني الا وهو الناحيه الثانيه وهو الحسين. بحاول ان انا ادخل في الاريا بتاعت الازهر واشوف الاماكن بتاعت الازهر، بس الحسين اكيد في احسن وفي بياعين اكتر، فهننزل دلوقتي نفق الازهر. من احلى الحاجات ان اول ما بتيجي الازهر بتلاقي قدام المسجد بالظبط كل الحاجات اللي ممكن تبيعها او ممكن تكون محتاجها كسايح، سواء شنط او حاجات او ايا كان، كل الحاجات اللي ممكن يكون محتاجها السياح بتكون موجودين هنا. ازيك؟ انت هنا؟ انا عايز اسالك على حاجه، انت شايف ان انتوا بتدوا اسعار للمصري زي الاجنبي ولا بتدوا اسعار اجانب اكتر في الحاجات السياحيه؟ لا الاجانب اكتر. الاجانب اسعار اكتر؟ طب ده ليه؟ ايه الفكره فيه او ايه الهدف منه يعني؟ هو المج مثلا يبقى الاجانب يعني لو انا مصري هاخد المج ده مثلا بكام؟ 150. ب 150. اوكي. وللاجنبي 180 170. اوكي. ده عشان هو اجنبي وعملته غير فبنعامله معامله مختلفه. حلو. طب انت شايف ان المصريين متعبين اكتر من الاجانب ولا الاجانب اسهل في البيع والشراء؟ بصراحه الاجانب متعبين اكتر من المصري، بيفاصلوا اكتر يعني. حلو ماشي شكرا. كل طول ما انت ماشي هتلاقي حاجات بتتباع للسياح. بصوا كل الحاجات اللي ممكن تكون متخيلها، الانتيكات والهدايا والشنط وكل ده. دلوقتي هننزل على نفق الازهر، ودايما هو الازحم باستمرار، دايما زحمه. بصوا النفق باستمرار، دايما النفق زحمه غير عاديه، بس هو ده الطريقه الوحيده اللي نقدر نتحرك بيها من الازهر للحسين
هو نفق الازهر. بصوا النفق عامل ازاي. ادخل النفق ببقى خايف بس يعني هو امان مفيهوش حاجه يعني. Hi, you speak English? Do you speak English? I would love to have you on my YouTube channel. What's your name? My English name? Yeah, what's your name? Curtis. Curtis. Yeah. Where are you from? China. Is it your first time here in Egypt, Curtis? Yeah. I How would about love. yourself? Where are you from? I'm Egyptian, but you're- I'm making videos on YouTube. Okay. And I would love to ask you, like, do you find that Egyptians giving you a higher price or not? Do you think that it's higher prices or good prices? For the daily life, it's a good price. It's a good price. I mean, for you, like, For the daily life, it's good price. But Okay. for the market, it's high price. the market in Hussein. I'm going there and I will find the prices there. I would love to ask you, do you find that Egyptians talking with you and dealing with you in a good way or not? No, maybe I want to go along. Yeah, I mean Egyptians talking with you in a good way and dealing with you in a better way or not? You don't know? You want to be in the video? Okay, thank you. Enjoy your day. Bye. دلوقتي انا داخل على مسجد الحسين. الاريا دي بتبقى مريحه جدا جدا الصبح، بتبقى هاديه مش زحمه، بس بالليل بتبقى زحمه قوي. دلوقتي الموضوع بجد مريح، شكلها حلوه جدا ما شاء الله. المسجد شكله حلو قوي والساحه هاديه مش فاضيه. كده سوق الحسين وكده خان الخليلي. هندخل الازقه والاماكن الضيقه بتاعه خان الخليلي وهنستكشف فيها كده عامله ازاي، وهنتكلم مع البياعين هناك. القهوه دي دايما زحمه، القهوه بتاعه المعز، والقهوه دي في الغالب اسعارها بتكون زياده او زياده عن العادي. السلام عليكم. موجودين هنا في القهوه وحابب اسالك سؤال، انت شايف انه الاسعار بتاعه المصريين زي الاجانب في الاماكن السياحيه ولا مختلفه؟ هو المنيو هو نفس المنيو نفس هو الاسعار. المنيو، اجانب زي مصريين زي الكل. سؤال تاني، مين الزبون المريح اكتر، الاجنبي ولا المصري بصراحه؟ المصري عامة متدهور، حالته ماديه حرب اقتصاديا وماديا وكل حاجه واحده. شايف فاحنا إنه متعب في بنعتمد على الاجانب، طول ما البلد في امن وامان، طول ما يبقى فيها اجانب، طول ما السياحه هتبقى كويسه، طول ما في نشاط سياحي، كل ده كويس. طب انت مع الاماكن السياحيه اللي بتدي اسعار للاجنبي اكتر من المصري اضعاف ولا؟ لا احنا عندنا المنيو حابب اوريه لك، العربي هو. نفس الاجنبي، كل الحسين كده. مفيش منيو انجلش لا، ومنيو لا، عربي؟ هو اللي مكتوب بالانجليزي هو اللي حلو. مكتوب بالعربي. اسمك جميل ايه؟ اسمي محمد. شكرا يا محمد ليك حبيبي، شكرا. ده واحد في قهوه بيقول لي هي نفس الاسعار. هنشوف بقى البياعين بيدوا نفس الاسعار ولا بيغلوا شويه في الاسعار. حاسس ان التجربه هتبقى مثمره ان شاء الله. مسجد الحسين بجد، الازقه بتاعت الحسين، الشارع مريح بشكل غير طبيعي. هنا خان الخليلي وهنا الحسين. ممكن ندخل نشوف البياعين اللي هنا في الشارع الاول وبعدين ندخل على الازقه بتاعت الحسين. السلام عليكم. ايه الاخبار؟ ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ حابب اسالك حاجه، بما ان حضرتك دايما شغال هنا في الاماكن السياحيه وبتتعامل مع اجانب كل يوم، شايف انه الاسعار اللي بيدوها في الاماكن السياحيه للمصري زي الاجنبي ولا الاجنبي بتبقى اغلى شويه او حاجه بسيطه؟ اتكلم عن نفسي بس. بالنسبه لحضرتك الاثنين هي مفيش فرق انه اجنبي او مصري ولا لو من اي جنسيه. طب انت شايف ان احنا كمصريين بنعامل الاجانب بشكل احسن من المصريين اللي زينا؟ نطور نفسينا يعني. لا يعني في ناس بتقول انه المصريين بيعاملوا الاجانب احسن ما بيعاملوا بعض، انت شايف ده صح ولا عادي احنا بنعامل بعض على بطريقه الشخص كويسه؟ مش على ما تقدرش في تعامل. بعض الشخصيات المستغله شويه هم اللي بيعملوا كده، بس الشخص اللي متربي كويس بيعامل الناس كلها كويس. حلو. سواء سايح سواء مصري، بس ما فيش جنسيه. التعامل ما ملوش علاقه بالجنسيه ولا الدين. طب بالنسبه لك مين الزبون المريح اكتر، المصري ولا الاجنبي اللي بيشتري اسهل واسرع؟ والله المصري لو معاه فلوس احسن بيشتري على بكتير طول. بره. ماشي، شكرا ليك، حبيبي، شكرا، شرف. ربنا يكرمك. المصري فوق، المصري مش وحش، بالعكس المصريين كويسين. ليه يا عم؟ لا مش هتنصب عليا. بصوا هنا احلى حاجه ان في المعز فيه ما شاء الله كل حاجه. بصوا كم الخواتم والحاجات اللي بتتباع هنا. الحاجات دي طبعا بيبقى فيه ذهب صيني يعني مش ذهب حقيقي. الطواقي والحاجات كلها اللي بنحتاجها بنشتريها كلها موجوده هنا في المعز، ودي من احلى الحاجات. دلوقتي داخلين جوه، مش داخلين في خان الخليلي، دي حته جوه في ظهر مسجد الحسين. بس اكتر حاجه هنا البازارات، ما شاء الله البازارات كتيره جدا وبيبيعوا كل حاجه. هرجع علشان ادخل الاريا بتاعت السلام عليكم على الاخبار خان الخليلي. دلوقتي داخل على الحسين وداخل جوه، هرجع تاني وندخل خان الخليلي. في مساحه دلوقتي انا داخل فيها، احلى حاجه ان هنا كل اللي بيبيعوه هو السبح ما شاء الله. السلام عليكم.
احلى حاجه هنا بيبيعوا كل انواع السباحه اللي ممكن تتخيلوها. انا حابب اسالكم حاجه، ممكن بس تقوم نصور مع بعض؟ في رايك شايف انهي زبون اللي ممكن يكون مريح اكتر، المصري ولا الاجنبي بصراحه، اللي بيشتري اسهل واسرع وما بيفصلش كتير؟ لا السباحه من الزبون المصري كويس وعارف كل حاجه. الزبون الاجنبي بيبقى عنده تنبيه ان هو الناس ما هتغلي عليك وكده، فهو مش مظبوط الكلام. حلو، هو بيبقى جاي خايف وبعدين عارف ان هو مضحوك عليه، هو كده غلط. هو انا عايز اسالك، انت شايف انه في بعض الاماكن هنا السياحيه، مش هنقول كل الناس، بس في بعض الناس فعلا بتدي اسعار الاجنبي اضعاف المصري، بيستغلوه بشكل او تاني، ده موجود بالذات هنا في الحسين؟ مظبوط. حلو، فشايف الحل ده ايه؟ يعني يبقى في تسعيره في كل الاماكن، ولا انه يبقى السائح عارف يتوسط الاسعار، ولا ايه؟ لا يبقى في تسعيره في كل الاماكن. حلو، يبقى ده افضل، لانك انت حضرتك لما تخش عند فلان او علان تعرف ان التسعيره كلها موحده. لما يجي لك زبون حضرتك، يعني انا كان جالي زبون اجنبي بيقول لي انا كنت في اسوان، علبه البخور دي انا شايفها ب 50 جنيه. حلو، انا شايف عندك ب 75 جنيه. هو مش عارف، وهو ما يعرفش، بس في زبون يعرف، في زبون ما يعرفش. الزبون ما يعرفش بياخد، الزبون ما يعرفش بيغلوا عليه. لكن الزبون الفاهم وعارف، احيانا بيجي زبون اجنبي بيفصل بيطلع عينيه، فانت مجبر ان انت تغلي عليه عشان توصل للسعر اللي هو الطبيعي اللي انت ممكن تبيعه. مظبوط. في نفس الوقت انت عايز تبيع، يعني انت حتى في السوق مريح حاطط بيضه الفتره دي في السياحه عامه. اتمنى ان الموضوع يبقى احسن، بس اتمنى الناس اللي بتستغل بشكل او بالتاني ان هم دول بيسوقوا الصوره بشكل او بالتاني. شكرا ليك، فرصه سعيده، بالتوفيق، ربنا يكرمك. المكان هنا هادي، دي احسن حاجه فيه، وبيبيعوا حاجات مختلفه عن اللي موجود في خان الخليلي بشكل عام. السبح، وفي حاجات زي الجليد، حاجات من القماش حلوه قوي، انواع القماش ده. بيبيعوا انواع شنط وحاجات هنا حلوه قوي، في حاجات كلها جلد بصراحه. من احلى الحاجات اللي ممكن تلاقيها هنا ان هم بيبيعوا الحاجات كلها بتبقى جلد، فدي حاجه حلوه. حابب اسالك على حاجه، شايف انه انهي زبون اللي ممكن يكون مريح اكتر او سهل اكتر في التعامل، المصري ولا الاجنبي بصراحه؟ المصري. ليه بقى؟ المصري بيفهم. الاجنبي من كتر ما الناس غشيته كتير بيبقى خايف والتوليدر كمان بيخوفه اكتر. التوليدر يقول له خلي بالك، مش عارف التوليدر المرشد السياحي ما بيدلوش الثقه فيك. دي اخطر حاجه. المفروض هو يديله الثقه، لكن للاسف هو مصري زيك وبيوضع الشك في الزبون ليك. وحضرتك شايف انه بصراحه شايف انه في بعض المصريين سواء البياعين او اللي بيتعاملوا مع السياح اكتر بيتعاملوا مع السائح بشكل الطف او احلى من المصري عشان هو جايب عمله صعبه؟ لا مش شرط دي. بحس كده في لا في هو بس المشكله في حاجه، ان الراجل المصري ده عادي، اما الزبون الاجنبي انت بتعامله بمعامله خاصه لان ده راجل ضيف. حلو، مش عشان نستغله، يعني احنا بنتعامله ان هو ضيف مش اكتر. هو ضيف في الشرط في النص الاولاني. وبعدين حتى المعامله بتختلف لسبب واحد، انا عايز اثبت له ان انا كويس وعلى ثقه بيه عشان يجيني مره واثنين وثلاثه. لكن للاسف التوليدر انا شفت بعينيا المرشدين السياحيين يحذروهم بشكل سيئين جدا. انا اصلا كنت موظف في مصر للسياحه. تمام. وكنت بشوف المرشدين بيعملوا ايه. وهنا برضو طيب انا هنا من سنه 50. طب بما ان حضرتك من هنا من بدري، بتشوف انه فعلا موجود جزء كبير من البياعين بيستغلوا السائح في الاسعار بشكل مضاعف؟ العيال اللي هم السريحه اللي بيبقوا في الشارع، ودي الحكومه ما بتمسكهمش. الحكومه ما بتقضيش عليهم. الحكومه سايباهم. سايباهم ضد ليك، فطبعا ده بيسيء ليك وليا. للبياعين ما بيسيئش لواحد بس، الزبون بينزل كل المصريين حراميه ومستغلين. ما بيقولش ده انا اشتريت من واحد صايع. صحيح. لا ما بيقولش على الفرد نفسه. المصريين حراميه. اتعرف بحضرتك؟ حاج ندى. ماشي يا عم نادر، فرصه سعيده، ربنا يكرمك. شكرا. ربنا يخلي حضرتك، شكرا. احنا قربنا ندخل، يعني ده تقريبا اخر الشارع او اخر الاريا اللي انا فيها، بس احسن حاجه انه في خان الخليلي الشوارع كلها داخله على بعض، فتقريبا كده انا وصلت لاخر الشارع ده، هدخل لناحيه تانية او هدخل لشارع تاني من هنا. بصوا احلى حاجه ان دلوقتي انا جاي الصبح، الموضوع هادي، بس في كل اللي انت ممكن تتخيله، سواء تيشيرتات او سواء هدوم او حاجات سياحيه، تيشيرتات بتاعت الكوره، تيشيرتات بتاعت محمد صلاح، كل حاجه تلاقيها هنا. ودي بصراحه حاجات كويسه قوي ان انت تلاقيها تكون موجوده هنا. السلام عليكم. ربنا يكرمك يا رب. كل حاجه موجوده، حاجه حقيقي مريحه. المنطقه دي مش هتلاقي مناطق كتيره زيها في القاهره، وهي فعلا مميزه قوي، لان انت كل ما بتمشي كل سنتي هتلاقي حد بيبيع لك حاجه، هتلاقي منتج مختلف، هتلاقي حاجه يعني مثيره للاهتمام وانترستنج انك تشوفها. انا دلوقتي داخل على الاريا الاساسيه بتاعه المعز. بس بقى هنا في كل حاجه. نحاول نتكلم اكتر مع اجانب، ناخد راي الاجانب اكتر ونسالهم.
احلى حاجه ان انت هنا كل سنتي حرفيا هتلاقي حاجه تشتريها. يعني بصوا كم التفاصيل بتاعتها. السلام عليكم، ازيك عامل ايه؟ انا حابب اصور معاك، ممكن تيجي نصور؟ تصور بقى. انت مش عايز؟ ماشي اوكي مفيش مشكله. بصوا دلوقتي ماشي. الحلو في الموضوع ان انت كل ما تمشي بتلاقي بايعين حواليك، بس دايما لو انا مش مصري الاقي كل ما امشي 5 سم هتلاقي حد بيوقفني يقول لي تعالى اشتري او تعالى خد الحاجه او تعالى شوف الحاجه. فدي ممكن حاجه تضايقني شويه، بس هنحاول نتعامل ان احنا قاعدين. مكان بجد عاجبني جدا لان كل حته فيه هتلاقي فيه حاجه ممكن تشتريها. بصوا دي من احلى الحاجات اللي بحبها هنا، ان هم بيبيعوا الحاجات النحاس بتبقى معموله بنقوشات جميله قوي، بالذات الحاجات الدينيه بتاعتها. بصوا حاجه زي اهرامات، حاجات زي كده، حاجات حلوه قوي بصراحه، كلها بيبقى شكلها مثير للاهتمام وجميله. بصوا في حاجات زي كده. انا حابب اسالك، انت شايف انه معامله المصريين بالذات في الاماكن السياحيه بتبقى احسن من الاجنبي لانه هو مشتري او ممكن يبقى فيه فرصه منه احسن من ان هو يعامل المصري ولا لا؟ بمنتهى الصراحه طبعا. ليه بقى؟ هو المصري كده ابن بلد معروف. انت شايفه يعني او مش يعني؟ ابن بلد أوكي. لازم اكون شايفه. اوكي ابن بلد وبعدين لازم اهتم بيه. زي السياحه. بس انت شايف ان معامله الاجنبي احسن ولا معامله المصري؟ احنا كمصريين بنعامل انهي احسن ولا شايف؟ الاثنين واحد، بس اهم حاجه الفرق ما في كده وفي كده زي ما انت عايز. حلو. طب بالنسبه للاسعار بالذات في خان الخليلي هنا، شايف انه في ناس بتضاعف على الاجنبي اكتر؟ مش كله. مش كله. في كده وفي كده. في كده وفي كده على حسب حاله الزبون اللي يتقبل فيه غير بس انت مع فكره ان يبقى نفس متوسط الاسعار لمصر زي الاجنبي ولا مع انه يبقى في فرق؟ هو في فرق طبعا. انت مع انه يبقى في فرق؟ ابن بلد لازم اعمل له سعر برضه. اما ده سايح جاي. بس ده بقى خلى كتير قوي من السياح بيبقوا مش عايزين يشتروا، بيبقوا بيحسوا ان البياعين بيزودوا عليهم، فبيحاولوا يفاصلوا كتير جدا. يعني ده تقل من ناس كتير هنا. هو على حسب المرشد اللي يقول له. حلو. على حسب المرشد يقول له اي كلام. حلو. على حسب المرشد يقول له اي كلام، بيقول له مثلا ايه لازم تفاصل النص او الربع. وده صح، احنا كمصريين بنعمل كده. كل صوابعك مش زي بعض. فرصه سعيده، شكرا. في ناس بتقول انه فعلا في مصريين بيدوا اسعار للاجانب احسن، وفي ناس بتقول انه لا احنا بندي نفس الاسعار للمصري زي الاجانب. ففي فرق كبير في الموضوع. دلوقتي داخل جوه وصلت الناس بتبيع بقى الحاجات. بجد كل ما بدخل جوه اكتر في المعز او في خان الخليلي بلاقي اماكن احلى، بلاقي اماكن افضل واجمل. بصوا هنا كل الحاجات اللي ممكن تتخيلها، الذهب والفضه. انا مش عايز اتوغل هنا جوه قوي، عايز ارجع بره على المعز عشان اشوف الاماكن احسن. بس احلى حاجه هنا هي الازقه والاماكن الضيقه. طب انا عايز اسالك من غير ما نكون مش حابب اسالك، انت شايف انه في الاماكن السياحيه المصريين بيعاملوا الاجنبي معامله احسن من المصري سواء في الاماكن السياحيه او لا؟ ده مش حته بيعاملوا انا بحس ده، يعني حتى الاجانب نفسهم بيحسوا ده، ان هم بيتعاملوا بشكل مبالغ فيه كويس. احنا بنرجع في الاخر ونقول انت ضيف عندك، ولازم الضيف عامه لازم يبقى ايه بيتكرم، لازم بس تكرمه. مش بالطريقه ان انا بعامله احسن من المصري اللي زيي. يعني انت لو دخل عندك ضيف هتعامله احسن من اللي بتعامل اهل بيتك. بس اهل بيتي برضه هم اهل بيتي، هو الاساس يعني. منك كده انت بيحصل زعل، بيحصل ده اما بتتضايق على اهل بيتك بيبقى غصب عنك، بيبقى الكل فعل رد فعل. اما الاجنبي هو ضيف. انت بتتكلم زي الفل اهو. لو الكاميرا عليك ايه اللي هيحصل؟ ماشي شكرا حبيبي. شكرا. دلوقتي انا تقريبا وصلت لاخر خان الخليلي، واحسن حاجه ان هنا كل ما هتمشي 10 سم هتلاقي فيترينا او حاجه بتبيع حاجات مختلفه. فحابب قوي بصراحه الشكل اصلا بتاع الفيترين، ما شاء الله حاجات شكلها حلو قوي، وطريقه عرضها كمان يعني مثيره للاهتمام. كل الحاجات الفضه اللي ممكن تكون متخيلها، كل الخواتم الفضه. انا دلوقتي في الاخر، يعتبر احنا دلوقتي في اخر الصاغه. في هنا بيبيعوا هلو هاي Do you speak English? I would love to have you on my YouTube channel. I'd love to ask you something. You don't like? It's okay, no worries. في اخر الصاغه في ناس بتبيع حاجات فضه وحاجات ذهب، فالموضوع حلو. وبحب امشي هنا الصبح اكتر لانه بصوا ما شاء الله ذكر جميل. هنرجع تاني للاريا الاساسيه بتاعه شارع المعز عشان نشوف المساجد هناك. من اكتر الحاجات اللي بقابلها وانا بصور او انا ماشي في الشارع بشكل عام ان بيبقى فيه هالو ني هاو، بيبقى في ناس كتير مش حابه ان هي تصور، بس انا بحاول ان انا ما اصورش مع حد من غير ما اعرفه ان انا اصور، فدي حاجه بالنسبه لي تبقى كويسه. جدروا غلبيه جدروا. انا راجع والناس كلها داخله، في كم جانب غير طبيعي
فدي حاجه حلوه. انا راجع وهم جايين. كل مستعد. مكسيكو تمطين. دلوقتي انا موجود في اكتر مكان مشهور في شارع المعز، هو المكان اللي الناس كلها بتيجي تصور منه. هي الاريا دي اللي في البدايه، والمكان التحفه ده زي ما انتم شايفين، الفوانيس والحاجات الحلوه جدا اللي الناس بتيجي تشوفها هنا وتشتريها. والمكان ده بقى معروف قوي 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 ومشهور جدا بالاخص في رمضان. الناس بتيجي تصور من الاريا دي، بتصور المساحه كلها من هنا، بيبقى شكلها حلو قوي ان هم بييجوا يصوروا المساحه كلها من هنا. هاي بصوا الاريا شكلها حلو جدا، المكان شكله ما شاء الله تحفه جدا، حقيقي مثير للاهتمام وشكله في كم تفاصيل غير طبيعي. بصوا الخزف، الحاجات بتاعته كمان. السلام عليكم، ازيك؟ ممكن اصور معاك؟ مش حابب؟ طيب. كل ما باجي هنا بتعجبني قوي قوي. طب ده اسمه ايه بس؟ الازاز المعشى اللي بيعملوه هنا بالالوان بتاعته في رمضان بالاخص. الصور هنا بتبقى تحفه اكتر من روعه، فده اكتر حاجه بتميز المكان هنا. بصوا التفاصيل بتاعتها شكلها عامل ازاي. كم حاجات بجد تحفه. عايز اعرف حاجه زي كده متوسط سعرها كام؟ كام؟ 400. طيب دي 400 جنيه متوسط السعر بتاعها، بس حقيقي سخنه وكم التفاصيل بتاعتها رهيبه. بصوا هنا كمان بجد حقيقه المكان اصلا هنا كله يعني مختلف، وكل يعني احلى حاجه فيه ان كل تفصيله فيه هنا الناس بتيجي تصورها. هاي how are you doing? Where are you from? Greece. I would love to have you on my video. You can come. What's your name? Hi. What's your name? Angela. Angela. Yes. I'm Salim. Hi. Nice to meet you. I would love to ask you, is it your first time here in Muaz? Yes. Okay, and do you find that Egyptians are dealing with you as a foreigner better than they are dealing with Egyptians themselves, or it's the same? Oh no, show and show. Okay, the same? It's the same, yes. Okay, and I would love to ask you about the prices. What do you think of the prices in Egypt? Do you think it's high for you as a foreigner? Or No. it's normal? It's not high. Like, to be honest, No, is it for it's you? not high, no. Yeah, it's not too much. It's okay. Okay. It's okay. Okay. But do you think that there's some people who are scamming tourists using Egypt? Yes, of course. Yes. Okay. And your advice, like, what do you advise anyone who is coming to Egypt to be care of scammers? I'm Egyptian. Can I give you a tip? Yes. I'm Egyptian myself. It's better thing to do, not buy from just someone, from the first one you ask. Just ask 3 or 4 people, then choose the lowest price from them. And then you can get a lot of good prices. And just move around, don't go for the very touristic places. You just need to move around and choose the better place and the better price for you. Okay, nice to meet you. Thank you very much. It's okay, my pleasure. Enjoy your day. Bye. بس يعني لسه واقف في المكان التحفه ده، واحسن حاجه هنا التفاصيل زي ما قلت لكم، الحاجات اللي بتتباع اجمل حاجه في المكان، وفي نفس الوقت الاماكن والزخارف بتاعه المدخل نفسه. بصوا تفاصيل المكان هنا نفسه حلوه جدا بشكل غير طبيعي، ودي من احلى واجمل الحاجات اللي ممكن تشوفوها هنا. كده دون، يلا نكمل تمشية في أجواء وأرجاء خان الخليج. التمشية هنا الصبح حلوة قوي، وأحلى حاجة إن أنت هتلاقي هنا منتجات يدوية كتير قوي وكويسة، زي الشنط. الشنط دي من أحلى الحاجات اللي هتلاقيها هنا، حاجات مكتوب عليها بالعربي، في شنط مكتوب عليها بالهيروغليفي، في حاجات زي كده بصراحة حلو قوي. بس لسه بنستكشف. السلام عليكم، ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ حابب بس عليك سؤال، شايف انه في الاماكن السياحيه هنا المصريين اللي بيبيعوا بيدوا اسعار للمصريين اقل من الاجانب او للاجانب اكتر ولا لا؟ معظم الاسعار بتبقى كلها واحد. مصريين اجانب بيبقى السعر كله. انهي زبون بالنسبه لك مريح اكتر، المصري ولا الاجنبي بصراحه؟ او المصريين عامه يعني بتبقى العمليه قريبه. الاجنبي طبعا لازم بيفاصل. حلو. ليه شايف ان الاجنبي بيفاصل كتير وبيبقى عايز يجيب اقل اسعار؟ هو أسعار؟ بقى بيبقى جاي واخد المعلومه دي بقى من المرشد، لازم تفاصل ولازم تعمل والكلام ده كله. هو المرشد حطه في الحته دي. حلو. من تجربتك هنا شايف انه فعلا في بعض البياعين بيزودوا هاي هاو ار يو دوينج، شايف ان في فعلا بعض البياعين بيزودوا اسعار كبيره على سياح في اماكن كده؟ اوكي. طب وحل المشكله دي بالنسبه لك ايه او من وجهه نظرك؟ لا يعني دي سياسات بتاعت محلات، في محلات بتاعت اشخاص. في اشخاص بيعلي السعر جامد وبينزل على حاجه. هو كده بيسوق صوره البلد باكملها. دي سياسه مش حلوه طبعا.
شكرا جدا لحضرتك. يبقى قريب من معزوم صح بسعره في الحاجات. هو بيسوي كمان مش بيسوي صورته هو بس، هو بيسوي صوره المصريين بشكل عام، انه كلهم بيزودوا السعر. السوق ككل للاسف الشديد بيعمل حاجات في ناس كتير كده للاسف الشديد. يعني لو واحد اجنبي، لو انا عندي صاحبي اجنبي وجاي مصر، انصحه بايه علشان ما يتعرضش للاستغلال بطريقه ثانيه من وجهه نظرك كبايع؟ في اماكن بيخش فيها اماكن محلات معينه بس السعر بيبقى باين، تدي نفس الاسعار باينه. يعني حاجه مثلا بتبقى مثلا ب 10 قروش بيبقى باين مثلا حاجه مش مبالغ مثلا ب 10 هيقول لك مثلا كده لا تبقى باينه الحاجه يعني. اسم حضرتك ايه؟ محمد. فرصه سعيده يا عم محمد. شكرا لحضرتك. السلام عليكم. شكرا. الرهوان الثاني الثالث قال له مصري تاني بقى. السلام عليكم. بصوا اكتر حاجه تعجبني هنا. السلام عليكم. ازيك يا حاج؟ عامل ايه؟ الحاجات ده اسمه ايه يا عم؟ ماشي. بلغ. البلغ دي كلها من الخشب، البلغ والشباشب والحاجات دي بتعمل من الجلد. حلو. طب انا عايز اسالك، بما ان حضرتك موجود هنا بقالك اكيد سنين كتير، شايف ان الاسعار اللي بيديها المصريين للاجانب اكتر من ان هم بيدوها للمصريين زيهم، ولا لا هو المعادله واحده؟ مش شايف انه في بس في بعض الناس بتزود بشكل مبالغ فيه؟ بتزود شويه بس هو الاجنبي حلو بيبقى اكتر شويه. طب شايف معامله المصري بعيدا عن الاسعار، معامله المصري للاجنبي احسن من معامله المصري لبعضه ولا لا بصراحه؟ لا انا بشوف العكس تماما. انا بشوف ان المصريين بيعاملوا الاجانب احسن بكتير من ان هم بيعاملوا بعض. انا بحس كده. انا كمصري بشوف كده، دي حاجه بتضايقني لان احنا المفروض نعامل بعض احسن. دي حاجه فعلا فينا. طب شايف حلها ايه؟ دي حاجه تشرفنا يعني. حلو، بس ما نعاملهمش احسن من ولاد بلدنا، يعني نعامل المصريين احسن. لا مش هنعامل الاجانب احسن من بتوع بلدنا. ده اللي بحسه يعني. لا المعامله واحده. حلو. بس بيبقى الاجنبي بالنسبه للاسعار بتبقى اكتر شويه. شكرا لحضرتك. ربنا يكرمك. شكرا. انا مستمتع قوي ان انا بتكلم مع الناس هنا، مستمتع قوي بالتفاصيل. يعني كل ما بمشي الاقي مكان يلفت انتباهي. يعني ده مثلا مكان فيه كل حاجه ممكن تتخيلها من حاجات زمان، سواء التليفونات، سواء الراديو، الحاجات بتاعتها، كوكاكولا، كل الصور اللي ممكن تتخيلوها لكل القفشات بتاعت زمان القديمه، كل الصور بتاعتها من ايام عبد الحليم حافظ وشاديه. بصوا الصور بتاعتها عامله ازاي، حاجات ناديه لطفي وعبد الحليم حافظ وشاديه. وبصوا يعني حاجه غايه في الروعه والجمال. كل تفصيله هنا بفن بصراحه زيك. والمرايات والحاجات الحلوه بتاعت رمضان دي حقيقي شكلها حلو جدا. كل تفصيله هنا تستحق ان هي تتصور. كل ما هتمشي هتخلص الشارع ده، بعدين هتلاقي اريا تانية قدامك هنا، وهتلاقي اريا تانية قدامك هنا. فاحنا هنحاول نخرج من هنا عشان نطلع على الشارع الرئيسي اللي هيودينا على مسجد الحاكم بأمر الله. دلوقتي انا موجود في الاريا بتاعت السادة، او بيسموها يعني المدخل بتاع المعز، او ده بداية شارع المعز. هرجع بره تاني علشان نروح للاماكن اللي بيتباع فيها التيشيرتات والمنتجات بتاعت الاجانب، هشوفها اكتر. الشارع اللي احنا ماشيين فيه ده اكتر مكان دلوقتي موجود فيه بياعين ما شاء الله. طول ما انا ماشي على يميني وعلى شمالي في محلات بتبيع كل شيء ممكن تتخيلوه من كل الحاجات اللي بيحتاجها السايح في مصر عامه. دي الوصله اللي ما بين شارع الحسين وشارع المعز. بصوا ما شاء الله كم الناس هي موجوده هنا تشتري حاجات او بتبيع حاجات رهيب بشكل غير طبيعي. بصوا الجلاليب، الحاجات المصريه، مصريين. في كمان ناس بتبيعوا الاكسسوارات، في حاجات زي كده. I'm sorry. Hi, how are you doing? Do you speak English? I would love to have you on my video. I'd love to ask you, do you find that Egyptians giving you like higher prices than normal or normal prices? Don't get afraid from the camera, it's okay. Don't get afraid, it's me. I have no idea. Yeah. I think they do. Yeah. For you, it's you think the prices for you as a foreigner is higher higher than the Egyptian? Definitely. Okay. Yes, What's your name? Tina. Tina, where are you from, Tina? I'm from Belgium. اللي معلش دي زباين واقفه. ايه المشكلة؟ نخش عليها مره واحده. بس انا لما اخلص بقيتش بقى. ولا اتكلمت مع الناس عادي، بعتك ربنا يرزقك فيها وييسرها لك، مالهاش علاقة بيا خالص، ده رزقك. بس يا باشا كده غلط. الزباين واقف هنا مش هو ده رزقك هيجي لك، مش انا اللي همنع رزقك ولا غيري اللي هيمنع رزقك. بس خلص طبعا مش شغل. في ناس غريبة فاكر ان انا مجرد ان انا هسأل مع الناس هو دي حاجة كده هتعطله يعني او تخليه ان هو ما يشتريش. بس خلينا نكمل عادي ولا كأن حصل حاجة. السلام عليكم. في حاجات حلوة قوي هنا في المعز. بصوا دي بتاعت البخار،
بتاعت البخور قصدي. تمام. حابب اسالك حاجه، انت شايف انه في الاماكن السياحيه في ناس بتدي اسعار للاجنبي اكتر من المصري بشكل مبالغ فيه، ولا نفس متوسط الاسعار هي بصراحه؟ هو نفس الاسعار. يعني انت بتتعامل ده هو الاسعار بس هو اللي عامل كده. بس انا كمصري الحاجه دي هتديها لي ب 10 قروش للاجنبي بنفس السعر ولا؟ لا بيبقى يعني زياده ازيد شويه. مثلا 11 ريال 12 ريال. ده من وجهه نظرك كبياع سببه ايه؟ فرق العمله ولا انه انا ما السوق نايم فعاوز اعوض، ولا وجهه نظرك يعني؟ ده سيستم السوق مش في ناس كتير قالت لي بنبيع بنفس السعر والله. لا مش لدرجه دي. اوكي. طب بما انك موجود هنا اكيد ما شاء الله سنين بتتعامل مع اجانب كتير، شايف معامله المصري للاجنبي بالذات في الاماكن السياحيه افضل من ما هو بيعامل المصري اللي زيه ولا؟ لا والله شايف انه هي البيزنس ما فيهوش ان انا عاملك كويس. هو انا بعامل اي حد سواء مصري سواء اجنبي لازم اعامله كويس. بيع وشراء. اشترى ما اشتراش. حلو. فرصه سعيده. اسمك كريم ايه؟ اسمك كريم. شكرا يا عم كريم. فرصه سعيده. شكرا. في كمان هنا زي ما في كل الحاجات اللي شفناها، الحاجات بتاعه البخور والمنتجات والتيشيرتات، في كمان ناس بتبيع العطاره. في عطاره هنا، كل الحاجات العطاره اللي ممكن تكونوا متخيلينها، وتيشيرتات، حاجات اكسسوارز بتاعت اجانب. السلام عليكم. في كم اكسسوارز غير طبيعي كله بيتباع هنا. حابب اسالك حاجه. ماشي. في ناس كتير بتبقى حابه تتكلم، في ناس لا. هنخلص هنا وبعدين هنروح على الاريا بتاعت المعز. ابقوا معي. stay tuned. انا مستمتع بصراحه بالتمشيه في الشارع ده لانه واسع والشارع ما شاء الله مريح، وانت ماشي بتلاقي كل المنتجات اللي ممكن تكون متخيلها وعايزها على حسب الاسعار، بس انت وشطارتك انك تفصل. We can complete the video. You can join me. Yes, you can come to my side. So I was asking you, do you find the prices for you at the corner Yes. a bit higher? Yes. Okay. I think so, yeah. And how about the Egyptians dealing with you? Do you think that Egyptians dealing with you as a foreigner is better than they are dealing with other Egyptians or not? They are filming us. بصوا اخواتها لا بيصورونا. هاي. Yeah, I feel like they're a bit more aggressive. Egyptians. A bit more desperate towards foreigners than towards us. You feel that Egyptians are a bit aggressive? But it's also hard to distinguish how they are different to other Egyptians because I can't tell. And do you think they're aggressive in terms of selling for you something or pushing they you? come to you and they, they don't. So you feel it a bit pushy Yes. when it comes to selling things. Yes. And do you find there is like a tip from you as a foreigner? Where are you from, sorry? I'm from Belgium. Belgium? Yes. I haven't been there. But I think you have such a great chocolate there. Oh, yes. I would love to try it one day. Yes. But from you, like, do you have like a tip for any foreigner who's coming to Egypt to avoid scamming or to avoid getting higher prices? I think you should already like check the prices a bit. Okay. And you should haggle. Okay. Try to haggle as much as you can. Okay. And I would recommend coming with the guide. Coming with a guy, Yes, it's better. He can tell you. So now you have the guy, so you can get better prices. you can consider me one with you, and you can get better prices. That's good. Thank you so much. So happy for meeting you. دلوقتي هندخل على الاريا الجميله بتاعه مسجد او شارع المعز. هنوصل لاخر مكان هو مسجد الحاكم بامر الله. الشارع ده كله احسن حاجه بتميزه هي ان كل الناس هنا بتبيع صاغه، اسمه شارع الصاغه. شارع الصاغه ده مميز جدا لان هو بيبيع كل انواع الذهب والفضه وكل الحاجات اللي ممكن تكونوا متخيلينها. في العادي بيكون زحمه، ولكن دلوقتي احسن وانسب وقت انك تيجي تشوف شارع الصاغه ده لانه بيكون فاضي نوعا ما في بدايه اليوم. بصوا هنا دلوقتي في اول شارع الصاغه وداخلين على شارع المعز ان شاء الله، فانا استكشف المكان كويس جدا جدا. طول ما انت بتتمشى هنا بتشوف حاجات جميله فعلا، يعني كم الحاجات القديمه بتاعت زمان حلوه جدا، بتحس ان انت في متحف حرفيا. شارع المعز هو اكبر متحف مفتوح، انا افتخر جدا ان انا موجود في المكان ده. بس من ضمن الحاجات اللي بتضايق قوي 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 ان انت كل شويه هتلاقي حد بيقول لك تصور، تلاقي حد بيقول لك اشتري حاجه مصري او اجنبي، فما حدش بيوقفني لانه باين ان انا مصري، بس الاجانب بيوقفوهم بشكل غير طبيعي، كل شويه يقول لهم تعالوا اشتروا، تعالوا صوروا، فدي حاجه بتضايق اي حد اجنبي بشكل عام. كم الحاجات اللي ممكن تشتريها، كل الحاجات اللي موجوده هنا بجد، كل الحاجات
شارع المعز تحب انك تشتريها جدا، التحف والانتيكات والحاجات الصغيره. السلام عليكم. الانتيكات والتحف والحاجات الصغيره تشتريها من هنا. بصوا حاسس ان انا فعلا في متحف مفتوح. احسن حاجه فيه تحس انه مكان مفتوح، اريا مفتوحه جدا مليانه كم اثر وكم اماكن اثريه جميله جدا جدا. بصوا ايه الاخبار؟ بصوا المساجد شكلها عامل ازاي، حلوه جدا. الاريا نفسها مفتوحه، يمينك وشمالك كم محلات غير طبيعي. هنا محلات كتيره جدا الانتيكات والتحف والحاجات دي. الناحيه التانيه هنا بيكون في ناس بتتصور. دلوقتي احنا داخلين قريب على النهايه بتاعه المعز، نروح مسجد الحاكم بأمر الله، ومن احسن المساجد اللي هنا واكثرها متعه ورونق جميل قوي. بالمناسبه هنا في كم مساجد غير طبيعي، كل ما تمشي على سنتي تلاقي مسجد او مكان في المعز. كل مسجد منهم له قصه، له تاريخ، وله تفاصيل كتير قوي. زي مثلا هنا كده ده حمام سلطان إينال. بما انك هنا موجود في شارع المعز بقالك فتره كبيره، حابب اسالك انت شايف ان الاسعار اللي بياخدها الاجنبي نفس الاسعار اللي بياخدها المصري في كل حاجه؟ لا طبعا. ولا في فرق؟ لا في فرق طبعا. ثانيه بتقول في فرق؟ اكيد في فرق. ليه شايف انه في فرق بقى؟ ده العادي ولا؟ هو مش قصه ده العادي. هو بص انا عايز اوصل لك معلومه معلش. يعني مثلا الخان الخليلي مثلا، الخان مثلا عندك معلش في محلات متأجرة ب 40 وب 50 ويمكن ب 60,000 جنيه في الشهر. هو هيجيب ايجاره منين؟ هو هيبيع لمصري، هو فاتح عشان يبيع لاجنبي، فعمره ما هيبيع للمصري زي الاجنبي. في فرق. طب انت مع الناس اللي بتضاعف الاسعار بشكل مبالغ فيه؟ يعني مثلا يكون حاجه ليا انا كمصري ب 10 والاقي الاجنبي ده ناس صحابي كتير حكوا لي فعلا 10 اضعافه. يعني انا معلش في كلمه، انا عامل يافطه عربي وانجليزي. ممكن انا كنت حاطط فرق في الاسعار فيها انا ما خدتش بالي منها. انا ثابت في الاسعار بس انا كاتبها كلها عربي. حلو. بس نفس السعر هنا ونفس السعر هنا. ليه؟ لان الفكره في حاجه واحده بس، ان ممكن اكون بشتري دماغي، مش عايز بقى وجع دماغ. اوكي فاهم قصدي؟ ممكن تكون كل بني ادم على حسب حسبته. اوكي معلش ممكن واحد تاني الفكره وضع تاني. انا معلش ده اجنبي فانا هبيع له مثلا بسعر تاني غير ما ببيع له. عندي سؤال، انت موجود هنا في المعز بقالك قد ايه؟ ما شاء الله. انا عن نفسي من 96 ما شاء الله. من 96 يعني من تاريخ ميلادي انا شخصيا يعني حوالي 27 او 28 سنه. كل سنه وانت طيب. طب الساعه والسلامه، هو عيد ميلادي في ابريل بس انت شايف انه الناس هنا في معظمها او اغلبها بيعاملوا الاجنبي احسن من المصري بطريقه او بالثانيه عشان هو شايف ان هو لا في المعامله نفسها المعامله بيبقى لطيف زياده؟ لا بص انا اوصل لحضرتك معلومه. انا عن نفسي مصري او اجنبي، هو الناحيتين انت يا زبون جاي تنفعني هتشتري مني حاجه. الوضع الطبيعي ان لازم هعاملك وحش ليه؟ حلو. انت هعاملك وحش بتشتري مني تاني. حلو. انا هشوف الاسعار واشتري منك حاجه. بس عندهم التمر الهندي. طب انا مش شايف الاسعار. اوكي حلو. في عندك 15 و20. طيب عصير قصب 15 و20. هاخد واحد قصب صغير. احنا اتكلمنا معاه، تشوف بقى الحاجه اللي بيبيعها عامله ازاي، بس اكيد تبقى حلوه. الفكره ان انت معلش في كلمه، انا بتكلم مثلا لو حد غيري. حلو. هو لو زود مثلا يعني دي مثلا 15 جنيه، حلو. لو كان زود مثلا رينج مثلا سيان 20 جنيه مقبول، انما مش راح اقول 100 جنيه يعني صعب قوي يعني. صحيح. بقت بعيده قوي. يعني خليك معقول. يعني حتى لو تدي الاجنبي فرق سعر، انا مع ان هو يعني يدي احب الاجنبي. ان حتى لو في فرق سعر انا مش معترض ان انا انت بصراحه لما بكون في اي مكان بحترم قوي اللي بيديني نفس السعر البلد عادي، وبحب اخد بنفس السعر يعني الناس اللي بيدوني كده انا بدفع لهم زياده بصراحه عشان ابقى صريح معاك. وبيحصل معاك. وعايز اقول لكم انا خدت قصب منه ونجربه بقى، نشوف القصب عامل ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. حلو قوي حقيقي. لما بتتكلم مع الناس وبتفهم منهم وبتسمع منهم احسن بكتير من انك تحكم على حاجه من قبل ما تعرفها. المخرج بتاع المعز داخل على اريا حلوه قوي. ده تقريبا منزل مصطفى جعفر. انت تحس هنا ان انت دخلت حقبه زمنيه عتيقه جدا. يعني بصوا البيوت هنا عامله ازاي. بحب دايما اجي الاريا دي قوي كل ما باجي اصور في المعز. بحب قوي امشي في الحته دي. قهوه السحيمي، قهوه السحيمي، وده سواق اسمه سواق الدرب الاصفر. دي منطقه من اكتر المناطق العتيقه القديمه بشكل غير طبيعي، وبحب اجيها جدا واصور فيها. بتحب الهدوء ومكان حلو ويكون مريح، تيجي تتمشى هنا في المكان وتشوف الاماكن الاثريه الجميله اللي في المعز. حقيقي في زيها في العالم.
واحنا بنصور الكاميرا فصلت للاسف، فمش هنكمل بالكاميرا وهنكمل بالموبايل. دلوقتي انا وصلت عند اريا او عند مكان هو من احلى الاماكن اللي انت ممكن تشوفها في شارع المعز، وهو مسجد الحاكم بامر الله. بس عايز اوريكم في شويه تجديدات حصلت في الشارع. يعني هنا الشارع ده ما كانش كده، الشارع ده او الاريا دي نفسها ما كانتش موجوده، المكان ده او المبنى ده جديد. فدلوقتي انت عندك المبنى ده او الاريا بتاعته، وبعدين بتدخل من هنا على مسجد الحاكم بامر الله. مسجد الحاكم بامر الله من اكتر واحلى الحاجات اللي بتميزه انه في من جوه تحس ان انت فعلا في مكان مريح جدا نفسيا، ومعمول بنفس الشكل ونفس الطراز من جوه، حتى من بره شكله اصلا مريح. فهندخل ونستكشف تفاصيل المسجد من جوه. بصوا من بره في اهتمام وفي شجر وفي نظافه. تعالوا نشوف من جوه الاجواء بتاعته هتكون عامله ازاي. Hello, you are from Mexico? You look like Mexican. Ask you something. Can you come to my side? Yeah. I would love to ask both of you. Do you like that? Do you find that Egyptians are giving you like higher prices more than the Egyptians for themselves? So do you get for like for example this thing, is it expensive for you or too much for you, or the normal price? We actually paid. We bought this right now. The guy said this was almost 500 pounds. 500. Yeah. Oh my god! And how much you paid for it? We paid I think 300 for it. 300. Okay, it's good from you, but for me as Egyptian I can get it for only 50. Really? But, yeah. I mean the point is like you just need to negotiate a lot. But do you find I that realize that I don't think we will buy many things there. Okay. We wanted to buy many things, but I think it's very unfair. We come from Germany actually. Okay. And in Germany for this price. Sprichst du Deutsch? Ja, okay. Ich spreche Deutsch. Oh, okay. Ja. Und du auf Deutsch? Wie geht's dir? Ja. Sehr gut. Ja. Ja, danke schön. So, I don't think we'll buy anything more. But because do you think it's that unfair. Even here, the guy charges 50 for the shoes. I don't know if he charges you or not. I didn't. No, I didn't. I told him that I will take it with me. He asked me to give him the shoes, but I told him that I have to take it with me. So that's the this point. I didn't know. In mosques, don't give it to someone. Just take it with you. Okay, I thought it was not allowed to take the shoes. It's allowed. It's okay. I would love to ask you one more thing. Did you find, or do you think that sellers or people who are selling you stuff, they are talking with you or dealing with you as a foreigner, like in a way more nice way than the Egyptians or normal Egyptians, or you don't find it and you find that it's okay? For us, like I mentioned, we are paying, of course, very costly prices. Okay. People, I think, in a way that's lying and cheating. Okay. I understand you pay more money, but not 3-4 times. Like you said, you can get this for 50. We paid 5 times for this. Yeah. So I think it's really unfair. They set you already. Or maybe for me, I'm not gonna pay 300 for this. So, Yeah, but for you, of course. if I'm in bureau or something, I can buy something more expensive. But because I'm foreigner, so I see it expensive. I see it nice. Actually, I was in Peru. Yeah. I don't speak the language, but none of them were selling expensive things. Really? If something Okay. was, let's say, Normal price. 100 pounds, they were just selling me 110 or something. Okay. So I think this is a mentality, very bad mentality, where Okay. people just want money. It's very greediness. So I have a tip for you. If you're staying in Egypt or in Cairo more, you just need to go for too many places. Don't just buy from someone. For example, you need this thing, so ask 3 to 5 people and get the lowest price for them, and then try to negotiate as much as possible. And when he told you 300, you can just get the half of the price. Say 150, and then move away. And then he will call you back and give you the price that you want. yeah, this is why. Try this trick. He said for 600 this actually. Oh my god. So 300 is good price. So you're a good negotiator. Yeah, so yeah, you're trying. so they really in the beginning say something. We were in the papyrus factory actually. I don't know the place, but that's okay. Yeah, so the paper papyrus. Okay. So it was a very fancy place. Okay. And a small painting like this, they were selling us for 200 euros. Don't pay. 200 Just move away. euros, you know, I can buy such good things from Germany, much better quality, and I trust that quality. Yes. I don't trust the quality here. Yeah. Maybe it's Chinese copy. You're a good negotiator, so I believe that you're not gonna go cheated or something. You're good. You're good. Yeah. Thank you so much. Thank you. Welcome.